السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بصوا بقى، ناس كتير يا جماعة بعتني ان هما مصدومين من اقرب الناس اليهم، وبشوف بوستات كتير جدا اليومين دول على الفيسبوك ان اقرب الناس ليا خذلني، اقرب الناس ليا خني، اقرب الناس ليا باعني، اقرب الناس ليا ما كنتش اتخيل ابدا ان هما مثلا يبصوا في اكل عيشي، يبصوا في رزقي، يحسدوني، يحسدوا اولادي. بصراحة يا جماعة الموضوع ده بقى صعب جدا، وبقينا بنصطدم في أقرب الناس فعلا لينا. والأول كنا بنقول إن هو عشان غريب عني فعمل فيا كده، وكنا دايما بنلمس الأعذار، إن هو ممكن يكون عمل كده عشان مثلا معهوش فلوس، إن هو ممكن يكون باصص لي عشان مثلا أنا أحسن منه في حاجة، إن هو ممكن يكون باصص في ولادي عشان هو لسه ربنا ما كرمهوش بالأطفال. كنا بنلمس الأعذار لبعض، ونفضل ندي مبررات كتير جدا جدا، ونفضل مكملين في العلاقات المؤذية بالنسبة لنا. الناس اللي بتصطدم من أقرب الناس إليها بتلاقي الحل الوحيد اللي هم يعملوه ان هم كل واحد في الموضوع ده بيبقى على حسب يعني تفكيره. في حد ممكن يبقى عايز يقطع العلاقة خالص وان هم ما يكملش مع الناس ديت تاني، وفي حد بيبقى عايز يواجه علشان يكمل تاني، عشان ما ينفعش ان انا اقطع معاهم مثلا قرايبي بحبهم، فبيدي لنفسه مبررات ان انا لازم اعاتب علشان اعرف اكمل معاهم. وفي ناس بتنسحب من غير ولا تعاتب ولا اي حاجة، وبتبقى عايزة تخلع من الناس دي. الحقيقة الموضوع ده بيصير جدل ناس كتير جدا، وبتلاقي الناس اللي هي حسداك او خذلاك او بصلك في عيشتك او مستكترة حاجات كتير عليك، ومش دايما شايفة من وراء الستارة، لان مفيش حد ابدا يا جماعة بيخش البيوت وبيعرف انت فيكي ايه، او بيخش بيتك وبيشوف احزانك واوجاعك ومشاكلك واللي عندك. دايما الناس بتشوف الحلو والظاهر ليها بس، حتى لو هم جولك البيت زيارة واتنين وتلاتة اكيد انت هتظهري باحسن صورة وباحسن شكل علشان ما تأذهمش باللي جواكي، او ما تنكديش عليهم جايين يقعدوا معانا شوية قعدة كويسة، مش هنفضل ننكد على بعض. فما بيحسوش انت فيكي ايه فبيحسدوكي، ما بيحسوش انت فيكي ايه فبيقعدوا بقى يقولوا دي عندها وعندها، وبصي ولادها، وبصي جوزها، وبصي لابسه، وبصي جايبه في شقتها، وبصي وبصي وبصي، لانهم ما يعرفوش الصوره الحقيقيه. احنا يا جماعه بنعاني، بمعنى بنعاني من الناس اللي زي كده. فهي حاجة بسيطة قوي هنعملها علشان لما حد يخذلنا او حد يحسدنا او حد يبصلنا في عيشتنا على حاجة هما مش عارفين ربنا مثلا خد منك ايه علشان يديك الحاجة ديت، هنعمل حاجة بسيطة قوي، وهي هتريحنا وهتريح قلبنا وهتريح دماغنا من كل الصداع ده. اللي احنا نتعامل في الحدود، ان احنا يا جماعة ما ندخلش بيوتنا ناس كتير، ان احنا نتعامل بما يرضي الله وكل حاجة، بس على الحدود. صاحبتي وحبيبتي وروحي وقلبي وبحبك وكل حاجة، بس انت ما تعرفيش هي بتقول ايه من وراكي عليكي، ما تعرفيش هي ممكن تكون باصه لجوزك. اهي صاحبتي وحبيبتي وروحي وعمري دي هي ديت اللي ممكن تاخد جوزك منك وتحصرك بقية عمرك. مش شرط ابدا يعني صاحبتي وحبيبتي وروحي دي هي اللي تفضل كويسة طول العمر، بالعكس اللي بتبقى عارفة عنك كل حاجة وعن جوزك وتفاصيل حياتك هي دي اللي تخافي منها. الغريب ما بيبقاش عارف كل حاجة، لكن القريب هو اكتر حد عارف عنك تفاصيل حياتك، وخصوصا الصحاب الانتيم، هم دول اللي تخافي منهم قوي وتقولك ادخلها بيتي عادي، دي صاحبتي وحبيبتي وعمرها ما هتحسدني ولا عمرها تاخد جوزي ولا عمرها تزعلني ولا عمرها تقهرني. لا، هي دي اللي بتعمل كل ده واحنا ما بنبقاش عارفين. فعشان نحل القصة دي نعمل ايه؟ الحدود. صاحبتك وكل حاجة، بس ما تجيبهاش في وجود جوزك، ما تدخلهاش بيتك وتطلع على اسرارك،
الحاجات اللي بتشوف جوزك جايبها لك هدية مثلا، هي دي بتشدها لجوزك اكتر. حبة بحبة هتلاقي جوزك بيتكلم عليها من كتر ان هي راحة وجاية عليكي، بعد ما كانت صاحبتك وحبيبتك هتبقى ألد الأعداء ليكي. ليه؟ انت السبب، عشان دخلتيها بيتك وفتحت لها بيتك وبتقعديها معاك انت وجوزك وتسهروا وتضحكوا وتهزروا. وممكن تكون متجوزة على فكرة، مش شرط ان هي مثلا تكون سنجل او مش متجوزة، لا ممكن تكون متجوزة وممكن تخرب بيتها وتسيب جوزها علشان خلاص هي بصت في عيشتك وبصت لجوزك والعيشة اللي انت عايشاها. فأهم حاجة في ان احنا ما نتخذلش كتير من الناس اللي نعرفها، ونمنع نظرة الحسد ونظرة الغيرة، ان احنا نتجنبهم، ان احنا نحسسهم ان هم مش موجودين في حياتنا. ما مش لازم قوي التدخل في العيشة يا جماعة، حتى جيرانك تجنبوا كل دوت. جارتي اهلا وسهلا ازيك عامله ايه ونسال على بعض وكل حاجه، بس ما نقعدش مع بعض في شقتها ولا في شقتي بالساعات. ده مش دي الجيره، ده تطفل في العيشه. فبرضه بيحصل مشاكل لما الجارة كل شوية تنزل عندي وكل شوية تقعد بالساعات عندي وما اعرفش اخلص حاجتي، وفي نفس الوقت جوزي يجي يلاقيها وانا اطلع عندها وجوزها يجي يلاقيني. ده غلط، وده اللي بيعمل المشاكل والحسد والحقد والغيرة من اقرب الناس لينا. فعلشان نتفادى كل دوت، احنا اللي نقدر نتحكم في نفسينا، لان احنا يا جماعة مش هنقدر ابدا نتحكم في عيون الناس اللي قدامنا. مش هنقدر نقول لهم ما تحسدونيش، ما تبصليش نظرة انتوا ما تعرفوش انا عندي ايه عشان تبصيلي نظرة الحسد ولا الحقد ولا الغيرة ديت. فاحنا علشان مش هنقدر نتحكم في اللي قدامنا، نتحكم في نفسينا ونبعد احنا. مش هقولك نقطع العلاقات لان الدنيا من غير ناس ما تنداس، لا بس هنخليها في الحدود، وده ما يزعلش اي حد. كل الناس دلوقتي مشغولة بحالها وبحياتها، فدايما اي حد يقولك انت ما بقتش تيجي زي الاول، انت ما بقتش تتصلي كتير، انت مش عارفة ايه، معلش مشاغل الحياة ومش فاضية وكده. يعني حاولي بقدر الامكان تبعدي عن الناس اللي بتضرك. حاولي بقدر الامكان ان انتي ما تتحطيش تحت توتر وضغط عصبي علشان بس ما تزعليش اللي قدامك، وهو لو اتحط في نفس الموقف هيزعلك من اول ثانية عادي جدا ومش هيبقى عليكي. ما تبقوش على حد مش عايزكم، ما تبقوش على حد مش باقي عليكم، ما تبقوش على حد ما بيحبكوش، ما تبقيش على حد باعك، ما تبقيش على حد زعلك عادي. اصل اللي بيهون عليه زعلك ده وعارف اللي انت زعلانة ويسيبك اسبوع 2 3، فده انت ما تبقيش عليه ولا ابدا 1%. فنعمل لنفسنا حدود. ما نزعلش يا جماعة قوي من الخذلان، عشان بشوف ناس بجد بتعيط وبيجيلي رسائل والله العظيم تقطع القلب. الفويسات بتاعتهم هم بيسجلوا مفطورين جدا من العياط على الناس اللي خذلوهم وما كانوش ابدا يتوقعوا منهم كده. لا يا جماعة ما تصدموش، لان احنا في الزمن ده نتوقع اي حاجة من اي حد. بجد زمان كنا بنستدي وبنقول معقول ده يعمل كده، معقول دي تعمل كده. دلوقتي اقسم بالله بناخد المواضيع عادي جدا. اصلي الزمن بقى بصي بيجري بسرعة جدا، فبقينا ناخد المواضيع عادي. مش جديد عليهم، عادي. ما هو يعني امر واقع ان هو يحصل كده، عشان الناس ما بقتش صافية، الناس ما بقتش سهلة وسلسة وسالكة زي زمان. فلما حد يخذلك او يزعلك من اقرب الناس اليكي ما تزعليش، خليكي باردة وهادية، لانك انت لما تتعبي وتروحي الدكاترة وتكشفي وتاخدي علاج علشان التوتر او عشان الضغط العصبي او علشان اكتئاب، هما مش هينفعوكي. انفعي نفسك انتي وحافظي على اعصابك وحافظي على نفسك. وعلى فكرة الكلام ده بقوله لنفسي انا كمان. بحاول ابعد عن اي حد يوترني او يعصبني. يا جماعة احنا ماشيين بالعلاج، يعني مش مستاهلة بجد حرقة اعصاب وحرقة كلام وحرقة دم. طول ما انتي بتعاملي الناس بما يرضي الله بس، ملكيش دعوه باي كلام يتقال في ظهرك، اي كلام يتقال من وراكي، اي حاجه تسمعيها عليكي وانت ما عملتهاش ما تزعليش، لانك انت بتتعاملي مع رب العباد. ما تنتظريش بقى من العبد اي حاجه، انتظري الحلو كله من ربنا، وخليكي دايما مع ربنا.
ودايما الجأوا لله. لما تبقي زعلانه من جوزك او زعلانه من مامتك او زعلانه من اي حد، ما تشتكيش لاي حد، لان يا جماعه اللي بتشتكي له ده اكتر واحد بيشمت فيكي، واكتر واحد بيبقى بيسمع مشكلتك كانه طيب معلش ما سمعش حاجه. لكن لما تلجئي لربنا هيحلها لك من حيث لا تحتسبي. لما تلجئي لربنا هتلاقي قلبك بيطمن وبيرتاح من اللجوء الى ربنا. لما بتصلي وتسجدي وتدعي ربنا باللي انت مضايقك هتلاقي ربنا ريح قلبك. لكن العبد ده ما يسواش اي حاجه ابدا، ولو مهما حكيتيله عمره ابدا ما يحس باللي جواكي، عمره ابدا ما هيطبطب على قلبك زي ربنا سبحانه وتعالى. استودعتكم في رعايه الله وامنه في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.